هذه ألذ حلوى غادي تصايبي، بسيطه بزاف مكوناتها، ولكن المذاق شي حاجه طوب رائعه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. وصدقوني الا قلت لكم لذيذه بزاف. مكونات بسيطه، غادي ناخذ قبيصه ديال الملحه نديرو فيها كاس ولا قصعه، قبيصه ديال الملحه، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، نص رابعه ديال الزبده، درت 125 غرام غير ديال العلب، ولا زيت ولا قشر حامضه كامله، حكوها في الحكاكه الرقيقه. غادي تخدموا هذا الشيء مزيان مزيان مع بعضياته حتى كيتجانس. نحاولوا بحال نحكوها بهذه الطريقه اولا هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. نزيدوا حبه واحده من البيض ونعاودوا نخلطوا مزيان حتى كتجانس هذيك البيضه. معلقه كبيره ديال النشا اولا كريم باتيسير. عندي كيس من خميره الحلويات واحد مع 500 غرام اللي هي 5 الكيسان اولا نصف كيلو. بطبيعه الحال الدقيق كنزيدوه شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي رطبه وماشي قاصحه، باش كنحصلوا على حلوه بنتيجه زوينه. هانتوما الحلوه ديالنا كنكوروها في اليد ديالنا بلا ما تشقق. غادي نديرو كويرات ميزان الا بغيتي ديرو غديروا 14 غرام في كل حبه. كتكوروها وتكرسوها ما بين الكف ديالكم غير واحد شويه وتحطوها في اللاطه ديال الفران. كتخرج لينا 75 حبه بالضبط. غادي نديرها في اللاطه اولا نديرها في الفران اللي النار مهيله. راني نطيب غير في ديال الغاز، النار غير تحت منها حتى كتاخذ اللون ديالها. عاد كنشعل النار مهيله فوق منها غير تاخذ واحد اللون خفيف. باش نزين غادي ناخذ نص كاس ديال العسل، 5 القطع ديال الشوكولاته بيضاء باش غادي تكون هذه هي التعليكه اللي غادي ندهن بها. عندي هنايا اللوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي، حمروه ما تغفلوش عليه في المقله. كنحصلوا على هذا اللوين الذهبي في الحلوه ديالنا. حاولوا تخليوها تبرد لانها كتفرتت بزاف الا كانت سخونه. صافي غادي ندهنوها. بالنسبه لهاد التعليكه كنفضل ما ديروش غير العسل بوحدو، لان فاش كديروا غير العسل وتحطوها في لي بواط كتلقاو كاع هذاك الكاوكاو اولا اللوز اللي زينتو به كيتحيد. اما الا درتو هاد التعليكه فهذيك الشوكولاته كتخليها ما تطيحش نهائيا، كتجي معلكه بحال الكراميل. غادي كل وحده كندهنها مزيان. غادي نحطها في داك كاوكاو كونكاسي ومن بعد كنقادهم هكا في واحد اللاطه باش غادي نزين. هي راه كتنشف اولا كتيبس هذيك التعليكه. حاولوا مره كتردوها فوق النار باش كتطلق. صافي درت شويه ديال شوكولاته بيضاء في البوش، ذوبتها ما درت فيها حتى شي حاجه وزينت بها كخطوط رقاقين بهذا الشكل هذا. الحلوه ما نعاودش لكم شحال كتجي لذيذه، كتكون اقتصاديه وكتعطينا كميه اللي هي وفيره. انا متاكده جدا اذا جربتوها ما غاديش تندموا، غترجع معتمده عندكم لانها فعلا بنينه 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 بلا قياس بمكونات جدا اقتصاديه. فكنتمنى انها تنال اعجابكم، تسجلوها عندكم، شي حاجه اللي خطيره وبسيطه.